هذه المرثية كتب كلماتها الشاعر أحمد القرمزي بلسان الأخ محمد صالح القشير وأولاده عزام وطه، إلى روح المغفور له والدهم الشيخ صالح أحمد القشير، وهي مقدمة من المملكة الهاشمية الأردنية، فرحمة الله تقشاه. أداء الشاعر عمار عيقان. يقول محمد ابن صالح القشر بدع المقال، اغفر ذنوبي كلها واسمع دعائي يا سميع. يقول محمد ابن صالح القشر بدع المقال، اغفر ذنوبي كلها واسمع دعائي يا سميع. الكل بايف ناظرون يبقى سوى رب الجلال، وكل شي زاين واعمل ابن آدم ما تضيع. من بعدها حنيت ما حنت شماريخ الجبال، على أبي قيمت وصار القلب من بعد وجيع. من حين ما مات والدي صالح وانا في انفعال، والنار تحرق داخلي حتى في ايام الصقيع. في العاشر من ذي الحجة توكل الى مولى الكمال، نهاية الجمعة وجاء العيد بالحزن الفظيع. الجرح في قلبي نزف والدمع فوق الخد سال، والعالم ظلم يا بشر والكون قد أصبح مريح. وكيف محزان بعد بي وهو حزامي والنصال، وهو سلاحي ذي تسلحت وهو حصن المنيع. في المرجلة والقبيلة يضرب عليها أكبر مثال، وفي الكرم والجود ما مثل وسط كل البقيع. عزم حزين من بعد جده الذي شد الرحال، واخوه طه ضاق به الكون رغم انه واسع. في حزنهم على وفاة حزن بي فوق الخيال، وعيشهم من بعد موت الجد قد أصبح شنيع. صالح وهو صالح كما اسمه في كلامه والفعال، صيم مصلي متقي مؤمن وإحسان رفيع. تشهد له أفعال وأقوال ولا قد قال يقرح كلامه مثل ما الرشاش لا فك السريع. ويشهدوا له في الحمية والوفاء كل الرجال، والعز والناموس والإنصاف والصدق البديع. وختمها تحمد الله واشكره في كل حال، وعزي ابن القشر كمل واختص الجميع. باسمي محمد صالح القشير وباسم العيال، عزم وطه فاد صالح ذي وسط قبر صريح. وختمها اسأل اله العرش ومجيب السؤال، يدخل بي في جناته وبين ازهار الربيع. واسكى صلاتي تبلغ اللي حط مصرام الضلال، شفيعنا ولا سوى المختار والهادي الشفيع.